السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء يوم الشهداء في جنوب البحر الأحمر. إحياء يوم الشهداء في القاشبركة. جراحة العيون في ماي عيني. هجوم مسلح بالضفة الغربية يسفر عن وقوع قتلى. رئيس وزراء الصين يزور ألمانيا ويأمل في علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي. الأمم المتحدة تقر معاهدة أعالي البحار. من العناوين إلى التفاصيل. أحيا إقليم جنوب البحر الأحمر يوم الشهداء على مستوى الإقليم في مقبرة الشهداء على بعد 15 كيلومتر من مدينة عصب. ووضع حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وقائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء. وقام آلاف السكان وأعضاء الجيش بمسيرة شموع مساء 19 من يونيو في حديقة الشهداء. وعرض في المناسبة فيلم وثائقي بعنوان كمين 6 من مايو عن عملية الاغتيال التي قامت بها عصبة الوياني على أعضاء قوات الدفاع الإريترية التي ذهبت للتحاور يوم 6 من مايو من العام 1998 ومناشط أخرى. أحيا 16 مديرية في إقليم القاشبركة يوم الشهداء بمسيرات شموع ورحلة أقدام وبرامج تعكس المناسبة. وفي مناسبة إحياء يوم الشهداء التي جرت في بارنتو على مستوى الإقليم نظمت رحلة سيرا على الأقدام إلى مقبرة الشهداء. ووضع حاكم الإقليم السفير محمد علي حروي وقائد هيئة أركان القيادة الغربية العميد سهية موكونن ورئيس مجلس الإقليم السيد عثمان محمد علي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد محمود علي جابرة ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم السيدة يحدق يوهنس ومدير مديرية بارنتو بالإنابة السيد يماني محاري أكليل الزهور في مقبرة الشهداء. وشهدت المناسبة مناشط فنية مؤجد الشهداء. وقام سكان مساء 19 من يونيو بإضاءة الشموع في المدن والقرى تتقدمهم المارشات العسكرية إحياء لذكرى الشهداء. وسير سكان مدينة بارنتو وأعضاء قوات الدفاع مسيرة شموع من طرف المدينة مرورا بشوارعها الرئيسية. وقدمت الفرق الفنية للقيادة الغربية والفرق العسكرية عروضا فنية. في غضون ذلك جدد سكان كيروف ومديرية دقة وعمال شركة بيشا لتعدين مقبرة أول شهيد في الثورة الإريترية عبد محمد فايد. وفي أغردات تبرع عمال المؤسسات الحكومية في 5 ضاحية بمبلغ 93,000 نقفة والعمال المدنيين في مديرية شامبوكو ب90,000 نقفة وعمال مديرية موغولو 18,000 نقفة لأسر الشهداء. شهدت مناسبة إحياء ذكرى الشهداء الأبرار في بريطانيا وأوغندا وأثيوبيا وأنغولا وجدة السعودية وأبو ظبي الإماراتية وفيينا النمساوية فقرات متعددة عكست وعظمت مناسبة 20 من يونيو. ونظمت في مراسم الإحياء التي جرت في لندن البريطانية مسيرة شموع وأقدام شارك فيها أكثر من 3,000 مواطن إريتري. فقرات فنية تذكر بأن 20 من يونيو هو مناسبة لذكرى شهداء الأوطان لذكرى شهداء الوطن الأماجد وتجديد العهد لمساعد أسرهم. وفادت المعلومات الواردة من هناك بأن برامج الذكرى نظمت بأسلوب أبرز توريث القيم والتاريخ الوطني إلى الأجيال المتعاقبة. كما نظم المواطنون المقيمون في أوغندا مسيرة سير أقدام في أكبر طرقات كامبالا مرفقة بفرقات المارشات منظمين فقرات فنية أكدوا من خلالها جاهزيتهم لبناء إريتريا الحرة المزدهرة وتجديد عهدهم لدعم أسر الشهداء مستذكرين بطولات ومآثر الشهداء الأبرار.
من جهة أخرى نظمت السفارة الإريترية في إثيوبيا ومندوب الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية وكذلك الجالية الإريترية في إثيوبيا مسيرة شموع وقرص الشتول وتبرع مالي قدره 708,696 بر لصالح تنمية صندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك حيث الجالية الإريترية في جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية برنامج ذكرى موضحة بأن 20 من يونيو هو مناسبة نتذكر فيها شهدائنا الأبرار سنويا ونؤكد تحمل الأمانة والمساهمة بقدر المستطاع. في الختام قدم شهادات تقديرية للمواطنين الذين تبنوا مسؤولية أسر الشهداء وأكملوا المهمة بنجاح، فيما اتخذت تبني مسؤولية أسر أخرى وتبرعت ب4,300 ريال سعودي لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما حيا آلاف المواطنين المقيمون في مدن أنغولا 20 من يونيو بفخر واعتزاز، وذكروا بأن إريتريا الحرة هي هدية شهدائنا الأماجد، معبرين عن رفع مساهمتهم لبناء إريتريا المستقلة والمزدهرة وتنفيذ الأمانة وتماسك الصفوف. من جهة ثانية تبرعت الجالية الإريترية في أبو ظبي الإماراتية ب3100 درهم متعهدة تنفيذ أمانة الشهداء الأبرار. كما أخذ المواطنون المقيمون في فيينا النمساوية مسؤولية تبني 9 أسر شهداء، وقالوا أننا نساهم في تحمل أمانة الشهداء بتنفيذ وصاياهم. جرت في مستشفى ماي عين العمومي عملية جراحية مجانية لمختلف أمراض العيون ل55 مواطنا يوم 16 من يونيو. وأوضح عضو فريق العملية الجراحية دكتور مكنن أبرهة أن فريق الأطباء المكون من جميع مستشفيات الإقليم الجنوبي. من جهة أخرى أوضح مسؤول مستشفى ماي عين الممرض تسوق برهوة نجاح الحملة الثانية للتطعيم التي جرت للفتيات من 29 من مايو حتى 2 من يونيو في 21 نقطة تطعيم مدرسية ومؤسسات صحية ضد سرطان عنق الرحم. أفاد رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم القاشبركة السيد قبر مسكل مبايي في مناسبة إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في مدينة تسني يوم 17 من يونيو أن جهود ستتواصل للتوعية بالتبرع الطوعي بالدم، وأشار إلى تبرع حوالي 5000 كيس دم في السنوات ال7 الماضية، غير أن المتطلبات السنوية تصل إلى 4000 كيس دم، لذلك من المهم تقوية الأنشطة التوعوية. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة الدكتور حيالون كداني أن الدم المتبرع به من الطوعيين والأسر يغطي 80% من الاحتياجات، ويجب على الجميع الاهتمام بالمناطق البعيدة للتوعية بالتبرع بالدم لتلبية كامل الاحتياجات. ودعا حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري توجيه الجمعية لكافة قطاعات المجتمع بدل الاقتصار على الشباب والطلاب والجيش لخفض الوفيات نتيجة نقص الدم. وجرت في المناسبة عملية تبرع بالدم. دعا قائد مركز الشرطة الثاني في الإقليم الأوسط الملازم هايلي هابتاي طلاب الشباب التحلي بقيم المجتمع والمساهمة في مكافحة الجريمة. ونصح في السيمينار الذي عقده يوم 16 و17 لطلاب مدرستي باركا وانبهار الثانوية طلاب للاستفادة الجيدة من وقتهم وتجنب الأفعال المشينة. وأوضح مسؤول مكافحة الجريمة في مركز الشرطة فتسوم كحساي الجرائم والمخالفات المرورية في الأشهر الماضية من هذه السنة، مشيرا إلى أن مرتكبيها أعمارهم من 18 إلى 45 سنة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. في هجوم مسلح وقع قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص فيما جرح 4 آخرون.
ويأتي ذلك قضاء مقتل 7 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا الهجوم الجديد في إطار تصعيد في التوترات ما يرفع حصيلة القتلى، الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير إلى ما لا يقل عن 166 فلسطينيا و21 إسرائيليا وأوكرانيا وإيطاليا. وسقط الإسرائيليين الأربعة في هجوم مسلح استهدفهم في محطة للوقود قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الهجوم بأنه إرهابي، مؤكدا على بذل كافة الجهود لاعتقال المهاجمين. وأكد جلانت أنه سيدعو لاجتماع للقادة الأمنيين. من جهة ثانية، ارتفعت حصيلة العمليات العسكرية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، وتخللتها اشتباكات وقصف مروحي إلى 6 قتلى فلسطينيين بينهم فتى. دعا رئيس الوزراء الصيني خلال زيارته إلى برلين لتعزيز التعاون بين بلاده وألمانيا لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن بكين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقال لي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني إن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى ديناميكية النمو، وأن الصين وألمانيا بصفتهم بلدين كبيرين ومؤثرين ينبغي عليهم العمل معا بشكل وثيق من أجل السلام والتنمية العالميين. وأكد المسؤول الصيني أيضا أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، ومستعدة للعمل مع ألمانيا لتعزيز هذه العلاقات. وأجرى المستشار الألماني مع رئيس الوزراء الصيني محادثات في مرحلة حساسة، إذ أن برلين تعمل حاليا على إعادة رسم دبلوماسيتها تجاه بكين التي تظل شريكها التجاري الأول. أقرت الأمم المتحدة أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية من الضرورية من أجل البشرية. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقرار المعاهدة التي وصفها بأنها إنجاز تاريخي، معتبرا أنها تؤسس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60% من محيطات العالم. وبعد محادثات استمرت لأكثر من 15 عاما وشملت مفاوضات رسمية على مدى 4 سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا على نص معاهدة في مارس في أعقاب محادثات ماراثونية. ومنذ ذلك خضع النص لتدقيق معمق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الستة الرسمية. ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة زالينيست العلمية إلى أن المحطات الصحية من مياه السواحل وصولا إلى أعالي البحار وأعماق البحار أساسية من أجل صحة البشر ورفاهيتهم وبقائهم. قتلت 41 امرأة على الأقل في اشتباك بين عصابات متناحرة في سجن للنساء في هندوراس نجم عنه حريق اجتاح قسما من المنشآت بحسب الشرطة. وصرح المتحدث باسم الشرطة أن 41 امرأة قتلن في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت القتيلات كلهن من السجينات. وأشار إلى إصابة 5 نساء تم نقلهن إلى المستشفى. وتعهدت نائبة وزير الأمن خوليسيا فينوفيو برد قاسي على العنف، منددة بأعمال تخريب معلنة عن حالة طوارئ، ونشر عدد كبير من عناصر الإطفاء والشرطة والجيش في محيط السجن، حيث حرى أقارب السجينات لطلب المعلومات. وأكدت أن هذا القسم من المبنى حيث وقعت الوفيات دمر بالكامل، مشيرة إلى أن عدد السجينات في المبنى يبلغ 900 سجينة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى.
إحياء يوم الشهداء في جنوب البحر الأحمر. إحياء يوم الشهداء في القاش بركة. هجوم مسلح بالضفة الغربية يسفر عن وقوع قتلى. رئيس وزراء الصين يزور ألمانيا ويأمل في علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي. الأمم المتحدة تقر معاهدة تعالي البحار. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.